اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا وراحة في أنفسنا وتيسيرا في أمورنا. اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم بكل خير وصحة وسعادة. فاتح عنا بمدينتنا مطعم جديد ببيع الشاورما، إن شاء الله آية الرزق يا رب. هو رفيق ابني الله يسعده ويجبر خاطره. والله بنفرح كتير وقت بيفتح مطعم عنا سوري. حبيت شارك معكم جمعتي مع رفقاتي، الله يجبر بخاطرها رفيقتنا، حبيت هيك تجمعنا كلياتنا، الله يجزيها الخير يا رب. حبيت سمعكم صوت بنتي وهي عم تبكي هون، الله يرضى عليها يا رب. ما هنتني هيك بنص القعدة، فكرت هدول اللزقات وزعت لنا ياهن رفيقتي الله يجبر بخاطرها، فكرتهم طباعة وتقلي طبعي لي ياهن على ايدي، وهي مو طباعة صورة، وإلا والله هي صورة وما كانت تفهم. والله هيك ضلت شي نص ساعة ملبكتني، فوعدتها لما طلعت انه بدي اخذها اذا سكتت. فوالله هيك شوي الولاد بيلبكوا، الله يهديهم وهيك يا رب يكرمهم ويجعل فيهم الخير يا رب. ففاتح هون عنا بالسنتر هيك كل تقريبا كم شهر بحطوا كم لعبة هيك للأطفال مشان يغيروا جو. يعني حبيت هيك تركب تنبسط شوي، لأنه سبحان الله مهما أخدتوا الولد ولعبت يعني مع الكبار ما بينبسط غير لمّا بيلعب بألعابه أو بيلعب مع ولد من قدّه. الله يسلّمهم، يسلّم لكم ولادكم، يكرمكم يا رب. حبّيت شارك معكم كمان أكلة الكبّة، إن شاء الله تنال إعجابكم يا رب. كبّة مقلية وكبّة لبنية. هلأ نحن عندنا بسوريا في عدة أنواع من الكبّة، أنا حبّيت ساوي هالمرّة بس نوعين، وإن شاء الله لمّا بساوي الأنواع التانية إن شاء الله باشاركها معكم. هي الكبّة المقلية والكبّة اللبنية إن شاء الله اليوم بدي ساويها أنا وياكم إن شاء الله. فحبّيت أفرُم البصل، فرجيتكم مع إنه كمية بافرمُن أنا على المُحضّرة أسهل لإلي، بس باضربُن ضربتين، يعني ما بتخلّون كتير البصلة تكون ناعمة كتير كتير يعني متل المرهم لأ، بس هيك تتقطّع تقطيع ما أحلاها والله بتصير. وأنا مشاركة قبل هالمرّة معكم كيف بقلّي اللحمة والبصلة. هلأ أول شي لإنه لازم تبرد معنا اللحمة والبصلة، ما لازم تكون سخنة وقت بدنا نحشي الكبّة. حبيت فرجيكن كيف هيك عم صفّيها. هلأ بورجيكن، هلأ مبين إنه ما فيها صوص، هو لازم أبدًا ما يكون فيها صوص بالمرّة. يعني هي السمنة والّا مرقة البصل أبدًا ما لازم يكون فيها. فحبيت صفّيهم وورجيكن إياها. قبل هالمرّة مشاركة معكن أنا كيف بقلّي البصلة واللحمة بالفيديوهات الماضية، ما بدي كمان كتّر عليكم بالفيديو مشان ما تملّوا ويصير الفيديو طويل. هلأ هذا النوع برغل بيكون ناعم أنعم شي، بس مو السميد هذا البرغل. طبعًا أنا عم أحكي للي غير سوريين، لإخواتنا يلّي بيحبوا هيك الكبّة وما كتير. هلأ ناس بتفكّرها بسميد، ناس بتفكّرها لأ هي بالبرغل، البرغل الناعم. في ناس بتخلط برغل أبيض وبرغل أسمر، في ناس بتعمله بس أبيض. أنا أحيانًا والله باعمل بخلط وأحيانًا لأ باساوي بس أبيض. أول شي فتحت أنا كيليين، بدي ساوي كيليين عن يومين. كل كيلو حطيته بالطشط وحطيت له كاستين مي من الحنفية، لا يكون المي سخنة ولا باردة. حطيتهم وتركتهم منقوعين نص ساعة. آآ بعد ما انتقعوا بدكم تفرفدوهم هيك بالمعلقة، تفرفدوهم هيك منيح مشان ما يكون في تكتلات. وبعدين حطيت البهارات يلي هي فلفل، ملح، كمون، زنجبيل وبابريكا، بس هدول يلي أنا بحطهم للبرغل.
وبصلة كبيرة. هلأ كل كيلو بده بصلة صغيرة، بس أنا كان عندي البصلة كبيرة فاستغنيت، يعني ما قسّمت بصلتين. إيه والله. وهلأ كل كيلو برغل بده نص كيلو لحمة، هذا معيار سبحان الله. في ناس بتحط بطاطا مسلوقة، في ناس بتحط طحين، في ناس خبز. والله بصراحة أنا يعني ما جرّبت أبدًا. إن شاء الله إذا حابين إنّي جرّب معكم اكتبوا لي بالتعليقات ومن عيوني التنتين. كل كيلو برغل بده نص كيلو لحمة، واللحمة تكون هبرة ما فيها أي دهن. أنتم ممكن اللحمة اللي بدكم تحشوا فيها يكون فيها شوية دهنة، بس اللحمة اللي بدها تكون مع البرغل أبدًا بدها تكون ما فيها أبدًا دهن. فوالله عندي فرّامة يعني هي المحضّرة، لإنه بصراحة ماكينة اللحمة القاشة يلّي عندي خربانة. فوالله ما قدرت غير استخدم هي، قُلت إن شاء الله لبين ما أجيب وحدة إن شاء الله واشتري. فإنه هي عم اتعوّد، يعني قبل هالمرّة أنا ساويت فيها ومنيحة. هلأ بصراحة مو متل جودة الماكينة يلّي هي خصوصي هي للكبّة، بس أنا سبحان الله عم تزبط معي. بس باطحنها مرتين. الوش الأول فرجيتكم كيف باطحنها أول مرّة، طحنت كل الكمية، طبعًا ما شاركتكم كلّه لإنه بس عم يطول الفيديو كتير والله عم يلبكني، ومشان كمان أنتم ما يضيق خلقكم بطولة الفيديو. هي القسم التاني تبع البرغل. بعد ما طحنت أول مرّة، تاني مرّة باحط كل ما باطحن كمية باحط معها ربع كاسة مي كمان من الحنفية، لا تكون سخنة ولا تكون باردة، يعني من الحنفية. إي والله هيك عم فرجيكم الطريقة كيف لحتى تصير هيك متل عجينة. هلأ هون بعد ما خلّصت كل الكمية، الله وكيلكم طق ضهري وأنا واقفة على هالمحضّرة. هي بصراحة أصعب من الماكينة لإنه كل شوي أنتم بدكم تساعدوها تحركوها، كل شوي بتوقفوا وبتحركوها. هلأ هون بدي أعركها بالإيد، هلأ إجباري بدي أعرك بالإيد إجباري، لو حتى بالماكينة هديك كمان بدكم تعركوها. حطيت لكل كيلو معلقة نشا كبيرة. بيعطي قرمشة للكبّة وبيخلّيها كمان ما تشقّق كتير، وإذا اللحمة ضابطة مع البرغل كمان ما بتشقّق أبدًا. حبّيت ورجيكم كيف اللحمة شَر منّا هذا الصوص، هاد بدنا نكبّه ما بدنا إياه، لإنه إذا خلّيناه مع اللحمة الكبّة بتفرُط. يعني إجباري بدنا نصفّيه للحمة إجباري بدنا نصفّيها. كمان كنت مقطعة أنا هون الجوز. هلأ في ناس بيقلّوا الجوز، بيقلّوا لوز، أي نوع مكسّرات أنتم بتحبّوا تحطّوه حطّوه، بس أنا أكتر شي باحب الجوز. سبحان الله الجوز مع الكبّة كتير بيعطيها طعمة طيبة، وما باحب أقلّيه كمان. باحب أفرمه وحطّه هيك مع اللحمة متل ما ورجيتكم. هون كنت أنا حاطّة الكبّة مقسّمتها ب3 أكياس، لإنه أنا كنت كمية عاملة بدي أعمل يعني عن يومين. فحبيت كمان فرجيكم كيف بكبكبها. في ناس ما بتعرف تكبكب بتعمل بالماكينة كمان زابطة، يعني كل واحد حسب ما بيعرف. في ناس مثلا بالجزرة بتحب هيك تكورها بالجزرة لأنه صعب عليها هيك بالإيد. هلأ هي لازم تكون كتير رقيقة بتعطيكم طعمة أطيب ما تكون سميكة. والله تعلمت أنا كبكبة الكبة تقريبا من عمر 15 سنة. أنا باحب سبحان الله إنه فوت على المطبخ أتعلّم. وقت كنت روح عند تيتة الله يخلّي لنا إياها ويجبر خاطرها، ماما الله لا يحرمنا منّا كمان. كنت أحب إنّي كبكب تقول لي: "لأ اتركي." اقول لها: "لأ مشان الله خلّيني أتعلّم." وبالفعل سبحان الله ضلِّت دائمًا إنه سبحان الله بس الإنسان يتعلّم هو وصغير خلص بتضل معه. وهي الشغلة حُب، يلّي بيحب أي شي بيتعلّمه سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، الله يديم فضله علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب. وحبيت ورجيكم كيف عم بختم الكبة كمان إذا في هيك زوايد من قيمون بعد ما نحشيها. في ناس بيحشوها هيك كلها للآخير، في ناس 3/4، في ناس نصها، حسب. كله نعمة كريم. الله يا رب لهيك ليزولها.
ولبين أنا كبكبت فحبيت ساوي شوربة العدس وشارككن معي فيها كمان. هلأ نقعت هذا العدس اسمه مجروش، هذا بييجي هيك لونه بردقاني. حطيت كاسة و3/4 تقريبًا عدس وربع كاسة رز. أي رز كان، بس بدكم تغسلوهم كتير منيح، حطيتهم بالمصفاية وبدُن ينغسلوا كتير كتير منيح، وحطيتهم بالطنجرة وحطيت غمرُن مي أكتر من غمرُن كمان. هون بس سخن عندي يعني سخنوا عندي، بدي أقش الزفرة قبل ما أحطلّا الخضار. والله كتير كتير طيبة، جربوها بهالطريقة عن جد. حطيت أنا بطاطاية وجزر كمان وبصل. حسب انتو الكمية، أنا ما بحب كتر الكمية مشان كمان تبين طعمة العدس. وحطيت عصفر وملح وفلفل وكمون. وحطيت هون كمان معلقة دبس فليفلة كتير كمان بتعطيها طعمة طيبة، يعني معلقة صغيرة للطنجرة كلها. هلأ أنا عادةً بقلي البصلة بقطعها مربعات وبقليها وبحطها، بس والله للعجلة الصراحة ما قليتها، قلت خلص إنه هلأ على الميكسر كله بده أطحنه، فإنه ماشي الحال لإنه بصراحة كتير تعبت. هي الأكلة قد مو طيبة قد مو متعبة. يعني والله هيك أكلنا كله بده سبحان الله هيك يعني شغل. هي بعد ما طحنتها عم ورجيكم سمكة بدكم تخلّوها شوي مكشّفة، يعني تفتحوا الغطا مشان هيك منقول نحن تخطر، يعني هيك تعطيكم هذا السمك الحلو. وبدكم تنتبهوا كمان مشان ما تلزّق معكم، يعني كل شوي حركوها، كل 5 دقايق 7 دقايق حركوها، وإذا بدها زيادة مي كمان زيدوها. وأنا حطيت معلقة سمنة مشان أنتم تعرفوا أنا لمّا باقلي البصلة بيكون فيها سمنة، بس ما كنت مقلية البصلة مشان هيك ضفت لها آخر شي معلقة سمنة. هلأ بالنسبة للكبّة اللبنية فرجيتكن أنا الكبّة وقت مكبكبتها، فهون اللبن مشاركتكن فيه قبل هالمرّة بالشاكرية، بس حبّيت كمان عيد الطريقة معكن لإنه أنا بساويه بطريقتين. بساويه ببيضة وبساويه بكريم فريش للحلويات كمان كتير 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 ظريف، يعني والله الطريقتين بياخدوا العقل. ففضّيت الكريمة وحطيت كمان كيلو لبن. أنا الكبّة اللبنية ما بكتّرها، يعني هي سبحان الله طيبة بس بيوميتها، إنه يزيد تاني يوم ما كتير اللبن بيجمد بالبراد، فإنه طيبة هيك بس بيوميتها. وبدي أخلطهم بالميكسر، إذا ما عندكم ميكسر حطوها بالمصفاية، كلّن حطوها بالمصفاية. وكل كيلو لبن تقريبًا بده معلقتين نشا ل3 معالق نشا حسب نوعية النشا. أنا والله حطيت 3 معالق ودوّبتهم بالحليب، خلطتهم كلّن بالميكسر، وبعدين بدكم تضلوا تحركوا لتغلي. هلأ عطيت ابني شوي قلت له بس أنا بين ما أسقّي بالكبايات. هلأ الكبّة اللبنية إجباري بدها تتسقّى يعني 3 صقوبة مشان يدخل اللبن لقلب الكبّة، لتستوي معنا الكبّة. هي مو متل الكبّة المقلية، الكبّة المقلية عفوًا أبدًا، أبدًا ما منسقّبها، بس الكبّة اللبنية. وهيك بدها تكون صغيرة، بدها تكون كتير صغيرة الكبّة اللبنية سبحان الله، هيك بتطلع أزرف لإنه الكبّة بعدين بدها تنفش بقلب اللبن، فكل ما صغّرتوها بتعطي منظر أحلى وأطيب يعني سبحان الله. إيه والله، وبدكن على هيك شوي شوي إنه لمّا تنزلوها على اللبن طبعًا بعد ما هيك نسمّي بالله وهيك ربي يبارك لنا ويبارك لكم. دائمًا هيك بنسمّي بالله، الله لا يحرمنا من هالنعم يا رب. وبعدين حرّكتن بمعلقة خشب لإنه ما بيصير تحركوهم بالكبجاية أو معلقة هيك stainless لإنه بدها تشقّق معكن أو تفزّرن للكبايات، بدكن تنتبهوا. كمان حمّيت المقلاية كتير منيح، وبدي نزّل الكبّة بده يكون الزيت كتير غزير، ما بدكن تحطّوا زيت قليل لأ بده يكون الزيت غزير. حطيت أنا هون 8 كبايات، ما بدكن كمان تكتروا كتير مشان ما تفرط معكن، يعني إنه بدكن تحطّوا قدر معيّن. هيك بده لحتى يصير لونه دهبي بتحركوهم تنتبهوا ما بتحركوهم أول الشي، بس بتغطسوهم شوي بالزيت وعلى مهلكن، بعدين لحتى تمسك معنا الكبّة لحتى منحركن وبعدين منشوف إذا صار لونن دهبي منقيمه.
شلون صحبتكن أنتم مع الكبّة بتحبوها؟ كيف هيك بتلاقوها؟ الله يديم النعم يا رب. حبّيت ورجيكم كيف هيك شوربة العدس كمان بينحط لها شوية كمون ناعم، وبينحط لها كمان عصرة ليمون، وكتير طيبة، وجربوها وإن شاء الله ألف صحة وهنا، والله اشتهيتكم كلكم، يعني والله لو بقدر هيك إنه أعزمكم كلكم على الأكل. الله يجبر بخاطركم يا رب، وهيك بده يكون رقّة للكبّة، حبّيت فرجيكم كيف بدها تكون رقيقة كمان الكبّة. حبيت احكي لكم ليش اتأخرت عليكم بالفيديو كمان لأنه كتير والله موبايلي ما بعرف شو صار له، صار ما يعطيني المقاطع مزبوطة وعلق كتير وكتير كتير والله تلبكت، يعني ضليت فترة طويلة وأنا عم شوف إنه شو القصة وعالج فيه وهيك سبحان الله لحتى بقالها إنه زبط يعني بعدين. ماشي الحال والله هذا اللي صار معي وفار قلبي كتير والبرامج كلها هيك صارت معي كتير صعبة. ما بعرف والله ليش علّق كلّه الجهاز علّق. الحمد لله رب العالمين، المهم هيك وأخيرًا زبط معي، ادعوا لي أنتم بالتوفيق وإن شاء الله ربي يبارك فيكم ولكم بالمثل، لا تنسوني من دعمكم، باحبكم كتير، استودعتكم عند رب العالمين.